بيبدأ الفيلم مع ريجبي وبنسون وسكيبس وسلمان سايقين مركبة فضائية، ويطلع بوبس فوق المركبة ويدخلوا المكان يضربوا كل الحراس بالسلاح، ويروح عند البالورة الزمنية فيؤمر ريجبي سكيبس انه يدمرها، فيضربوهم الحراس ويذهب مordecai بيأمرهم يوقفوا ضرب الليزر. فيقول لي ريجبي انهم استسلموا، فتيجي بوابة زمنية يدخل راجل غريب. الراجل ده سبب في عداوة ريجبي ومordecai، وان شكله كده عاملة خبيثة بس هنعرفها. ده كان مدرسه في المدرسة الثانوية، ليه يد في عمل البالونة الزمنية اللي ريجبي ومordecai بيتخانقوا عنها، ويقولوا انهم اللي عملوا التايم نت، ويعاتب مordecai ريجبي عن اللي عمله. فيظهر فلاش باك خفيف لريجبي، ويجري بنسون يجيب حق اصحابه ويضربهم، ويرمي عليه الراجل قنبلة، ويهرب ريجبي بالمركبة. يطلب انه يرجع للمدرسة الثانوية، وبيجي مordecai وراه ويقعد يعاتبوا في بعض، ويقولوا ان انت اللي عملت كده وانت اضطريتني اعمل كده. فيدوس ريجبي على الزرار ويضربوا بعض بالليزر ويتصابوا. فنرجع لمورديكاي وريجبي في الحديقة بيجروا عشان يتأخروا على بنسون. فيدخل بنسون أوضتهم عشان يشقر عليهم، ما يلاقيهمش، فيعرف انهم اتأخروا. فيوصلوا بعد جري يومين، ويتعصب عليهم بنسون، يقول كل حضر الاجتماع الا انتوا مصممين تجيبوا لي الضغط. فيقول لهم ان انتوا مضطردين. فيمسكوا ريجبي من نقطة ضعف ويقول له ان هو جبت لك البوريتو. فيرجعوا للشغل تاني ويمسحوا السلم. فيظهر من السما حاجة كده جاية بسرعة شبه النيزك، ويجري ريجبي ويشوف مورديكاي فما تنزلش على الارض وتحفر في الارض لحد ما تبان. ميطلعش نيزك، هيطلع سفينة فضائية ويفتحوا الباب، يطلع ريجبي اللي في المستقبل. فيتخضوا كلهم. فيقول لهم ان هو جاي من المستقبل عشان يحذرهم من التايم ناد اللي كانت في المدرسة الثانوية. فيشرح لهم ان في طاقة اسمها تايم ناد، دي بتخلي بوابات زمنية. في الراجل اسمه روز، ده اللي عايز ياخد الطاقة دي ويعمل بيها حاجات خبيثة في الكون. فيعرفوا ريجبي ومورديكاي ان الروز ده كان مدرسهم القديم في المدرسة الثانوية اللي كانوا فيها. فيطلب منهم انهم يرجعوا بالزمن عشان يوقفوا خطة روز عشان يقضي على المستقبل. فيقول له سكيبس مين اللي ضربك بالنار، فيشاور على مورديكاي. فكل يتصدم ويقول لريجبي لمورديكاي انت بتضربني في المستقبل يالا. فينده ريجبي بتاع المستقبل لريجبي اللي هو معانا دلوقتي، يقول له ان انت لازم تخسر صاحبك عشان ينجز الكون. والكل يبقوا واقفين مصدومين وعمالين يتكلموا لحل المشكله دي. ياخد مصل المان على السلاح بتاع ريجبي بتاع المستقبل ويجربوا في كل حاجه. فيقرروا انهم يروحوا للماضي عشان يوقفوا روز. فيركبوا المركبه بتاعت ريجبي ويسوق ريجبي. فيظهر ريجبي ومورتجاي هم في المدرسه الثانويه، فيهجموا عليهم عيال روشه عايزين يضربوهم عشان هو اللي تملي بيغلس عليهم وهم بيلعبوا ماتش الطايره. فيتخانقوا خناقه زي اي مراهقين عادي. فيجي المدير يوقفهم ويمشوا. فيرجعوا بالزمن ويوصلوا للمركبه للمدرسه الثانويه. فيروح ريجبي ومورتجاي مع روز في المعمل بتاعه ويوريهم الاختراع بتاعه، ويقول لهم ان هو عمل آلة زمن. يطلب منهم انهم يعملوا له مشروع علمي ويفرحوا ويمشوا. فيفكروا ازاي يدخلوا مدرسه. فيلبسوا بنسون وبوبس اللبس بتوع الفرقه كره القدم العيال الروشه دي، ويدخلوا ريجبي ومورتجاي معاهم. فيشوفهم العيال الروشه بتوع الطايره انهم ساقين لبسهم، فيضربوهم ويجري ريجبي ومورتجاي. فيروح ريجبي ومورتجاي اللي في الثانويه ياكلوا بيتزا ويلعبوا فيديو جيم. فيفكروا انهم يروحوا يكلموهم. فيخشوا يلعبوا اللعبه بعديهم ويشوفوهم يقولوا انتوا مين. فيردوا احنا المستقبل بتاعكم. فما يصدقوش، يقولوا لهم اثبتوا. فيفرحوا بقى انهم شافوه ناسيهم في المستقبل. فيقولوا لهم انه لازم يروحوا المختبر يتكلموا معاهم ويخرجوا. ويدوروا على الجهاز فيلاقوه ويضربوه ويكسروه. ويدخلوا عليهم بيلسون وبوبس تعبانين من العلقه اللي كلوها واللي خدوها بره، ويخرجوا. ويشوفهم روز ويعرف انهم جم من المستقبل. فيفتكروا انهم خلصوا من الجهاز ويفرحوا، لكن يشوف ريجبي البوابه الزمنيه ويجري عشان يعمل حاجه. فنشوف ريجبي اللي في الثانويه رجع لبيته فرحان عشان يقرا الجواب بتاع التنسيق للكليه يو. فيزعل لانه ما اتقبلش في الكليه، وتقول لامه ان هو هتدخله مدرسه بره الدوله. فيغضب ريجبي ويطلع اوضته زعلان عشان نفسه يكون مع مورتجاي في المدرسه، ويفكر ان هو يعمل جواب مزور ان مورتجاي ما اتقبلش زيه. ويروح لبيته يبدل الورقه، يشوف مورتجاي ويقول له انت جاتك رساله من المدرسه. ويا عيني مورتجاي يا عيني ما يعرفش ايه اللي حصل. فيقرا الورقه يعرف ان هو اترفض من المدرسه ويزعل. ويقرر انه يخلص الآلة الزمنية بتاعت روز. يوصل ريجبي متأخر وهم يمشوا بالعجل. فيشوفوا روز ويهددوا انه يقول لبورتجاي السيل اللي خباه منه بتاع الجامعة. فيقول له انهم دمروا الآلة، لكن روز بكل صياعة يقول له هيبدلها بحاجة، ويمشي روز من البوابة. وهناك لسه سكيبسي بيصلح المركبة وتصلح، ويفرحوا انهم هيرجعوا تاني. لكن تظهر بوابات بتتفتح كتير، لكن مورتجاي يقول لهم ان هم كسروا الآلة بتاعت روز. فيجي ريجبي يقول لهم ان في جهاز تاني غير اللي احنا كسرناه، وهم اللي في الثانوية رايحين يخلصوا تصنيعه. فيقول بوبس انهم لازم يروحوا للمدرسة الثانوية. فيروحوا
وركبي ومرتجاي لسه بيخلصوا في تصنيع الآلة على أمل مرتجاي يتقبل في الجامعة، فاكر إن ركبي هو اللي اتقبل. فيجوا عشان يلحقوا يحط الحاجة الخضرا في الآلة، لكن ما يلحقوش المختبر، ويوقفوا في شخص غريب مقنع. فيطلع مرتجاي اللي في المستقبل ويتصدموا، وبيجي من بوابة روس هي مشطحة ناقصة قتلة. فيتخانقوا معاهم بالليزر ويخلصوا تقفيل الآلة، ويجربها ركبي ومتشتغلش. ففكر ركبي إنه يحط ساعته عشان تشتغل، ولسه المعركة دايرة بره، ويحط الساعة وتسيح جوه وتشتغل. فيضرب ماسل مان روس بالنار وما يموتش، فتنفجر الآلة اللي عملوها ويطلعوا بره يشوفوا كلهم بعض. شغل ميتافيزيقي يابا. وتشغل الآلة، ويسعد بوبس الركبي اللي هو في الثانوية يقول له انت عبيط، إيه اللي انت عملته ده؟ فهو طبعا ما يعرفش حاجة. فيشوف روس ويتكلم معاه ويضحك عليه ويقول له انت اتقبلت في الكلية هو. فيسمع مرتجاي الكلام ويستغرب ويستوصل منه، يقول له اسأل ركبي. فيهدده انه يفجر القنبله لو ما قراش الرساله، ويقرا ركب الرساله اللي بتقول انه ما اتقبلش في الجامعه ومرتجاي اللي اتقبل. فيتصدم لانه كان مضحوك عليه كل الفتره دي. فيرمي روس على مرتجاي قنبله، فيضحي مرتجاي اللي هو بتاع المستقبل ويتفرقع فيه، ويهرب روس من البوابه. ويزعل مرتجاي من ركبي ويخسروا بعض، ويمشي ركبي زعلان. أصحابنا وانت ولا فاكرين الماضي ولا ويتكلم مرتجاي مع نفسه في المستقبل ويطلب مركبته ويركبها. ويركب ركبي مركبته ويمشي، لكن المركبة البنزين بتاعها خلص. فتروح عند محطة البنزين عشان يفول. فيروح مرتجاي بالمركبة عند أصحابه عشان يفكروا يعملوا ايه. فيتكلم شخص غريب من الكون في المركبة عن في خطر في البوابة الزمنية وإنها هتدمر الكون. فيصحى ركبي يلاقي راجل غريب مليان ساعات بيتكلم معاه. فيقول له انت مين؟ يرد عليه ان هو اسمه أول وقت. يقعد ركبي يحكي معاه ان هو غلط وغلطان في كل حاجة، ويقول ان مرتجاي راح يحارب المدرس العلوم اللي اسمه روز ده لوحده ولازم يروح له يساعده. ويضرب مرتجاي بالصاروخ وتبدأ المعركة، ويوصل ركبي عشان يساعد مرتجاي يفتح المركبة بتاعته ما يلاقوش. فيوصلوا كلهم بمركبة يقولوا له يروح يدمر الآلة واحنا هنحميك من ضرب النار. فيدخل ركبي بوابة يشوف فيها كل ذكرياته مع صاحبه لحد آخر نقطة وقف فيها هما بيضربوا بعض في المستقبل. فيشوف مرتجاي بيتكلم مع روكس ويضربه بالنار ويستخبوا ويطلعوا يضربوه، لكن ما يأثرش عليه ولا ضربة. ويرمي مرتجاي ويواجهه ركبي بالكلام ويزقه مرتجاي من فوق خالص ويتربي. فيعتذروا ركبي عن اللي عمله ويسامحوا مرتجاي لأنهم صحاب. فيشيلوا الصندوق ويصحى روس من تاني، يخرب بيتك انت 7 أرواح ولا ايه؟ ويفصلوا راسه عن الجهاز عن جسمه، ويرموا الصندوق يخلصوا من الجهاز وينفجر ويهربوا. فتنفجر المدرسة الثانوية بتاعتهم ويقبضوا على مدرس العلوم اللي هناك اللي هو روس، ويرجعوا تاني لعيشتهم. وده كان ملخص فيلم العرض العادي. لو عجبك الفيديو متنساش لايك وسبسكرايب للقناة عشان نوصل لل100. ولو عايزين تلخيص اي فيلم تاني اكتبوا تحت في الكومنتات عن فيلم وانا هلخصه لكم على قد معرفتي.